شخصية ناجحة غير لو اتجوزتِ وخلفتِ؟ آه، طبعًا، طبعًا في mentalities كتير كده، كتير، 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 كتير. يمكن أنا ما اتربيتش على ده، يمكن بس أنا شُفته في اللي حواليّا كتير جدًا، 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 ومن ناس قريبة جدًا، إن هو لأ، أنا هابقى أهم واحدة في الكون، بس أنا مش متجوزة ومخلفة، فأنا مش ما حققتش حاجة. وهارجع وأقول لِك يرجع من الأهل، يعني أنا بابايا كنا نروح فرح، الناس تقول لي عقبالِك، وقتها مثلًا أنا كنت في مدرسة، جامعة، لأ، ما حدش يقول لها عقبالِك، عقبال ما تتخرّج وبعدين نبقى نشوف موضوع إمم. الجواز. هارجع أقول لِك ده ربّى جوايا حتّة الperfect balance مع العلم، إن أبويا مثلًا لمّا كنت أقعد أت أشطح أوي كده ويحط لي عقلي في راسي يقول لي: "لأ، الجواز ده حاجة طبيعية لازم تفكّري فيها، بس مش دلوقتي الدنيا مراحل، نجاحِك دلوقتي أنتِ طالبة، نجاحِك إن أنتِ تتخرّجي، بعد ما تتخرّجي وتشتغلي نجاحِك في إن أنتِ في ناحية personal وناحية عملية، أنا نجاحي في العملي مش هيقِل لمّا ما اتجوّزش ونجاحي في ده مش هيقِل." مش مرتبطين دي ببعض. كفتين ما لهمش أصلًا دعوة ببعض، أنا إمم. ناجحة، أنا سِت يا سيدي وزيرة، مع إن عمري طبعًا ما هابقى وزيرة بعد اللي باعمله على السوشيال ميديا ده، إمم. بس يعني أنا سِت وزيرة. هل ده هيقلل من نجاحي؟ أنا سِت طلّعت جيل حلو جدًا وما اشتغلتش، ده هيقلل من نجاحِك كأم؟ إطلاقًا، بالعكس على فكرة موضوع الأمومة هو حاجة صعبة.